فمشاهدينا نتحول بكم الآن إلى الزميل العزيز أنيس مزيان، وفي شاشة تفاعلية أخرى سيرصد لنا بعض الأخبار، أخبار هذا الكان والمشاكل طبعا التي تعرفها بطولة إفريقيا مع بدايتها. تفضل أنيس. شكرا لك عبد العزيز، مرحبا بك وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي التلفزيون الجزائري. إذن نتحدث حول ظروف مباراة الجزائر السودان. بعدما تكلم جابر نعمون على الأمور الفنية سنتطرق إلى الأمور التنظيمية، والبداية بمشاكل التذاكر التي حدثت في معطيات ما قبل مباراة الجزائر السودان، مثلما نتابع الجماهير الجزائرية تشتكي من نفاذ تذاكر المباراة. رئيس الاتحاد الإفريقي كان قد صرح قبل بداية المنافسة بأن مباراة الجزائر ستلعب بشبابيك مغلقة، أي أن التذاكر كانت قد بيعت قبل وصول الجماهير الجزائرية. هذا التصريح كان قبل بداية المنافسة. نمر إلى بطاقة أخرى متعلقة دائما بالمشاكل والعراقيل. الاتحادية الجزائرية تدخلت وتم إعادة فتح منصة البيع من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هنا السؤال يطرح: من اشترى التذاكر إذا كانت الجماهير الجزائرية لم تصل إلى مكان إجراء المنافسة؟ حديث حول وجود تذاكر في السوق السوداء، ولما نتكلم على السوق السوداء نتكلم على مبالغ مالية خيالية، وهذا لا يقبل في منافسة رسمية مثل كأس إفريقيا تحت لوائح الفيفا. نمر إلى بطاقة أخرى ونستمع ثم نشرح. قاعد نشوف عادل انقطاع التيار الكهربائي الالات في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله في الرباط. مشاكل بالجمله قبل انطلاق المباراه تدور في اجواء ممطره جدا، امطار غزيره وغزيره جدا في ملعب المباراه. الملعب سيدي كيف خلينا نحكي لكم عليه بسرعه. عادل ملعب صغير، معناتها ما فيش ضغط، تدخل في الشارع تقرا طول بالجرادان حتى باش تلقى بلاصه تخبى فيها الجماهير ماهيش موجوده. كيف بالنسبه للصحفيين الناس دو كونفيرونس كيما نراو مخصوص علينا ونخدموا بطرق. هنا الصحافة تشتكي من المشاكل الموجودة في بداية منافسة كأس إفريقيا بعد الأمطار التي كانت في المنشآت الرياضية. أثرت كبيرا وأثرت بشكل كثير على العمل الإعلامي بالنسبة لكل الصحافة الإفريقية وكذا العربية. هنا سؤال يطرح: منافسة إفريقية، كأس إفريقيا، هذه المشاكل لا تقبل إطلاقا. نمر إلى بطاقة أخرى متعلقة دائما بكأس إفريقيا والمشاكل والعراقيل. هنا الأمطار التي حدثت هنا في ملعب مباراة كأس إفريقيا. نشاهد المياه تغمر القاعات، منصة الإعلام ما لم يتح للصحفيين أداء الواجب الإعلامي، إرسال المادة الإعلامية. هنا سؤال يطرح وهنا الغرابة، والصورة هي تتكلم على نفسها. نمر إلى بطاقة أخرى دائما متعلقة هذه المرة بتاريخ المواجهات بين المنتخب الجزائري